السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم كريم الشيخ. الصراحة والله العظيم ما كنتش متوقع خالص، مش متوقع خالص نجاح الفيديو اللي فات ده. يعني القناة معمولة بقى لها 3 اسابيع بالظبط، فمعلهاش مشتركين، مفيش حد عارفني. فانا نزلت الفيديو كده، قلت مثلا يشوفوا 100 500 واحد بالكتير قوي. لقيت الفيديو ما شاء الله دلوقتي معدي 30,000، وحوالي 2000 واحد عاملين عليه لايكات، حوالي 1000 واحد كاتب كومنت ولا مش عارف كام واحد. فالفيديو الصراحة يعني الله يبارك لكم، مش عارف ان هو هيعجب ناس كتير او كده، بس برضه زي ما عجب ناس، في ناس انتقدت موضوعات كده مهمة، فحابب اتكلم معاكم فيها. السؤال اللي بيتسأل لاي حد في البداية كده: انت اسمك ايه؟ انت منين؟ بتدرس فين؟ هكذا. فانا كريم الشيخ من محافظة الشرقية، مركز ابو حماد. تمام. ربنا كرمني في الثانوية، جبت 96%، فالتنسيق وداني كلية طب الازهر في اسيوط. تمام. عندنا الازهر فيه 3 فروع بس في الطب، القاهره ودمياط والاسيوط، فانا التنسيق بتاعي جاب لي اسيوط هنا، وانا حاليا بنخلص سنه ثالثه اهو. وفي سؤال تاني اتكرر كتير قوي كتير قوي قوي، معرفش ليه كده، بس هو يعني بيقول لي زوجتك في كليه ايه؟ فانا كنت جاوبت على واحده في الكومنتات، روحوا بقى ادور على الاجابه، مش عارف بتسالوا ليه، بس يلا. السؤال التاني بقى بيقول: هل طالما انت في طب تاخد واحده في طب؟ بصوا يا جماعه، موضوع ان انت في طب تاخد واحده في طب، او انت في هندسه تاخد واحده في هندسه، او الكلام ده، الموضوع ده بطل من زمان. واول حاجه الواحد بص لها الحمد لله اخلاقها عامله ايه. فطالما انت شايف اخلاقها كويسه، وان هي هتصونك وهتعيش معاك على الحلوه والمره، فديت انت دوس. تمام. يعني ما تبصش بقى لكليتها، ما تبصش لاي حاجه تاني. وانت برضه هكذا، ما تبصيش لفلوسه، ما تبصيش لمنصبه، ما تبصيش هل هو في كليه ايه مش في كليه ايه، لا ما تبصيش لكده. طالما عنده دين وهيعرف يصونك وهيعرف يعيشك عيشه كويسه ويحترمك، فانت برضه اقبلي بيه. لكن موضوع ان انت دكتور تتقدم لدكتوره او مهندس مهندسه، الكلام ده ما عادش موجود اصلا. الموضوع بقى اللي اتفتح عنده مواضيع كتير في الكومنتات، وناس مؤيده وناس معارضه، ومعظمكم مؤيدني فيه، وفي حبه قليله مش مؤيديني فيه، فاحنا هنتكلم فيه بالتفصيل. اولا يا شباب، انا قلت ايه؟ طالما والدك قادر ان هو يصرف عليك انت وزوجتك، يبقى تاخد الخطوه دي. تمام. فناس كتير قالت لي: انا مش عايز انا ابويا يصرف عليا. خلاص يا عم استنى، هو انا ضربتك على ايدك؟ كان بقول لك طالما والدك يعرف يصرف عليك وانت قابل بكده، تمام، خد الخطوه. انما انت مش عايزه يصرف عليك، خلاص هو كده كده يصرف عليك. عشان تكون عارف، يعني مين هيبني لك الشقه؟ انت عندك دلوقتي 25 سنه، عملت ايه في دنيتك؟ خلصت كليه ورحت جيش وطلعت، عملت ايه؟ ما هو كده كده والدك اللي هيبني لك الشقه. فطالما كده كده هو هيساعدك، ليه ما يساعدكش في البدايه، في بدايه حياتك؟ يبقى هو خلص لك الدنيا من البدايه، من بدري، بدل ما يأخرك 5 سنين، لا يقدمك 5 سنين. فاهم ازاي الموضوع؟ طب يا عم هو كده كده يساعدني، طب مش عايزه يصرف عليا. يا عم فيها ايه لما يصرف عليك 4 5 سنين؟ ما فيهاش حاجه والله العظيم، انا مش شايف فيها حاجه. تمام. الناس اللي بتقول لي ده انت ابوك بيصرف عليه، يا عم ده شرف ليا، يعني مش عارف هي فيها ايه الصراحه. بالنسبه بقى للبنات اللي تقول انا مش عاجبني ان اخد المصروف بتاع من حمايا، مش حمايا اللي هيصرف عليا، انا عايز جوزي اللي يصرف عليا. مين قال لك ان انت هتروح تاخد المصروف من حماك؟ يعني انت وقت ما تعوزي فلوس هتطلب من حماك ولا هتطلب من جوزك؟ هتطلب من جوزك طبعا، يعني هو الفلوس كلها مع جوزك. وقت ما هتطلب مصروف هتاخدي منه، وقت ما تعوزي فلوس هتاخدي من جوزك، مش من حماك خالص. انا كان كلام موجه للشباب: انت هتاخد فلوسك انت وزوجتك من والدك وتصرف على زوجتك بس. يبقى مين المصدر الاساسي بتاعك؟ والدك. اي نعم انت مش هتفضل طول السنين دي ما تشتغلش، هو انت هيجي لك جنب الكليه شغل كتير على فكره والله العظيم. يعني انا طول ما انا في الكليه بيجي لي شغل كتير، وكل واحد على حسب مجاله. تمام. يعني انا انتوا زي ما انتوا عارفين ان انا صوتي كويس الحمد لله، فبيجي لي شغل كتير بسبب كده، سواء بقى قنوات محتاجه اللي هي مثلا بتعمل سلسله عن سيره النبي صلى الله عليه وسلم، فبيستشهدوا بايات، فالايات دي بتكون بصوت شيخ، وطبعا انتوا عارفين حقوق الطبع والنشر، فبيكلموني انا اسجل لهم الايات دي، ودي بتبقى حاجه كويسه بالنسبه لي. حاجات تانية كتير مش عايزين نتطرق ليها، بس انت طول ما انت في الكليه هتلاقي شغلانه هتشتغلها، بس اهم حاجه ما تاثرش على دراستك. والله معايا اصحابي بيشتغلوا شفتات في مستشفيات في السن ده، في سنه ثالثه وفي سنه رابعه، وفي ناس تانية بتشتغل في مكتبات. تمام. بيروح من مكتبه يقف شويه فيها 6 ساعات 8 ساعات على حسب ما هو وقته فاضي، وبيشتغل يعني. وكل ده ما بيأثرش عليه في الكليه عشان تكون عارف. فانت طول ما انت في الكليه هيجي لك شغل هتشتغل، بس انا بقول الاساس بتاعك، عشان لو ربنا ما كرمكش بشغل طول ما انت في الكليه، يبقى الاساس بتاعك، المصدر الرئيسي بتاعك هو والدك. المصدر بتاع الفلوس بتاعك في الاول وفي الاخر هو والدك. عرفت انت تتصرف في شغلانه طول ما انت في الكليه، ماشي يا باشا، ده انت كده انت ساعدت والدك في كتير قوي. ما قدرتش اهو، انت بتتفق مع والدك ان هو يصرف عليك الحبه دول. اتمنى تكون الرساله وصلت. وعشان برضو ناس كتير اتكلمت في الموضوع ده، فبتقول الجواز لا مسؤوليه اكبر من كده ومش عارف ايه. بص يا غالي، المسؤوليه زي ما قلت لك كده، انت عندك دلوقتي هي بتكون العائق بتاع اي شاب هو المصاريف بتاعتك. فانت ربنا كرمك بوالدك، راجل محترم، عايز ان هو يصونك ويعفك، فايه؟ تعالى يا ابني انا هجوزك. هل انت هتقدر تقول له لا؟ والله اي حد هيقول له، ابوه هيقول له تعالى جوزك، هيقول له ماشي يا حاج، وانت مش هتقول لا طبعا. فانت دلوقتي حليت اول مشكله والعقبه الكبيره
في ان انت مش عارف تاخد الخطوه بتاعه الجواز، وهي المصاريف. فانت دلوقتي والدك وفر لك الحاجه دي، فديت اصعب حاجه في مسؤوليه الجواز. تمام، انت وفرتها خلاص كده، انت وفرت اي حاجه تانية في المسؤوليه بتاعه الجواز. اي حاجه بعد كده بتكون سهله. فانت يا ابن الحلال لو شايف ان والدك عيب ان هو يصرف عليك، ما تاخدش منه فلوس خالص. يعني ان هو بيصرف عليك في الكليه، لا قول له يا حاج انا هشتغل وهشوف نفسي وهصرف على نفسي طول الكليه. ما انت بقى راجل حمش، فهي دي زي دي، هو ربنا يبارك له مش هتاخر عليك في اللي انت عايزه. فانت طبعا مش هتضغط عليه، مش هتاخد منه فلوس كتير، هو على قد الحاجه اللي انت محتاجها وخلاص على كده. طبعا كان واحد بتقول انت لازم تشتغل وكده، فمش لازم، بس برضو يكون عندك دم. طالما في شغلانه متاحه قدامك وان انت تشتغلها مش هتاثر عليك، اشتغلها. فانا ربنا بيكرمني بشغلانه 2 في الشهر، فبيجيبوا له مبلغ محترم يعني على المبلغ اللي باخده من والدي، فالدنيا بتمشي يعني. وطالما انت والله العظيم خدت الخطوه على الجواز، ربنا هيساعدك فيها. تمام. يعني لو انت ناوي تشتغل ومش ناوي حد يصرف عليك او الكلام ده، وخدت الخطوه، والله العظيم ربنا هيرزقك من حيث لا تحتسب. هتلاقي الدنيا الشغل في مجالك برضه لازم يكون ليك مجال. تمام، يعني انت في طب وكده، ففي شيفتات في مستشفيات انت بتروح تتعلم في الاول شويه كده، وبعد كده الشيفت بيكون كويس، بيكون في مبلغ محترم في اليوم. طبعا لو صوتك كويس انت بتشتغل مثلا في زي ما قلت لك كده في البدايه، في قنوات بتطلبك، في حاجات كتير بتطلب منك، فانت بتشتغل وبتلاقي فلوس. بس انت خد الخطوه بتاعت الجواز بس. اهم حاجه ان انت تكون نيتك لله، ان انت عايز تتجوز عشان تعف نفسك. فاتمنى الرساله تكون وصلت، بتاع ان ابوك يصرف عليك. ابوك يصرف عليك دي مش حاجه تعيبك. تمام. وناس كتير كتبت لي في الكومنتات، وانا الصراحه اللي بيكتب لي كومنت يعني محترم بسيبه، انما بقى اللي بيكتب كومنت مثلا مش محترم او في شتيمه او حاجه زي كده بمسحه. ما بتعبش دماغي، مش هرد على واحد ما بيفهمش. فاهم ازاي؟ يعني انت ما بتفهمش وداخل تكتب كومنت، هوجع دماغي معاك ليه؟ لا، انا بمسح الكومنت بتاعه ورايح دماغي. وانما بقى اللي بيكتب لي كومنت يعني كده محترم بسيبه، والناس اللي بترد عليه او انا برد عليه برضه رد محترم، عشان هو راجل محترم وسالني، فانا لازم ارد عليه. فاتمنى الرساله دي تكون وصلت. السؤال بقى الاخير، واحد بيقول لي يعني عايزين نشوف روتينك اليومي في حياتك، يعني بتعمل ايه، موفق بين الكليه وبين المذاكره وبين بيتك ازاي يعني روتين يومك. فانا ده عايز فيديو لوحده، فانا ان شاء الله هعمل لكم فيديو طول ما انا في اسيوط هنا، ولما اروح او السفر او الكلام، يعني كل حاجه انا بعملها ان شاء الله انظمها كده واعملها في فيديو وانزله ان شاء الله في اقرب وقت. انتوا بس زي الفيديو اللي فات اعملوا لايكات واشتركوا في القناه، عشان برضو تشجعوني ان انا اعمل وان انا اشتغل. ربنا يبارك لكم يا رب. استنوني في فيديوهات جايه، واللي محتاج يسالني اي سؤال يسال، انا ان شاء الله هجاوب عليه. ولو محتاجين اي حاجه في اي وقت، رقم الواتس موجود، وصفحتي على الفيس موجوده، الانستجرام موجود، فاسالوني. اتمنى اكون افدتكم. وبس كده، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.